عايزة تعرفي ازاي تعملي ميزانية ب500 جنيه في الاسبوع وتقضيكي طول الاسبوع اكل وفاكهة وخضار ولحمة وسمك؟ ان شاء الله النهاردة في الفيديو هقولك على شوية تريكات كده تعمليها في الميزانية، واعملك ميزانية حلوة قوي يا حبيبتي ب500 جنيه في الاسبوع، سهله وبسيطه وبالقلم والورقه. يلا هاتي القلم والورقه بتاعك كده، وهاتي كوبايه شاي وتعالي اقعدي مع كوبايه شاي مع سمر، وان شاء الله تستفيدي من الفيديو. يلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب يكونوا بخير. صباح الطاقه الايجابيه وصباح الخير، ربنا يجعلها ساعه رزق عليكم يا رب، وساعه هدى وساعه رحمه وساعه مغفره. ما تنسوش اللايك ودعوه ليا حلوه من عندكم، ان ربنا يشفيني لعيالي وربنا يخليني لهم. ولك بالمثل يا حبيبه قلبي، لك بالمثل. النهارده انا جاي اتكلم معاكي. احنا بنفيد بعضنا يا جماعه، ولازم نحس ببعض، لازم نحس ببعض ان في ناس ميزانيتها على قدها، وكمان دي ميزانيه توفير. عايزه توفري، خدي يا ست فكره ونفذها بكره. يعني خدي، مش انت ربنا عطيكي وربنا مديكي وقادره تعملي ميزانيه باكتر من كده، مفيش اي مشكله يا حبيبه قلبي، هتعملي احلى ميزانيه وهتقدري توفري. انا بس بديكي افكار، وانتي بصي براحتك، ابدعي بقى، ابدعي كده واعملي ميزانيه حلوه ان شاء الله. دي ميزانيه شامله الخضار والفاكهه وكمان الفراخ. الميزانيه عندنا ب 500 جنيه في الاسبوع، تكفي 3 افراد او اكتر، حسب بقى ما انت هتشغلي دماغك وهتداري الميزانيه دي ازاي. لازم نشغل دماغنا في كل حاجه حبيبه قلبي. بصي، اول حاجه عندنا هنبدا بالفرخه. الفرخه فرخه 2 كيلو، في سعر الكيلو 70 جنيه، هتبقى الفرخه في حدود 150 جنيه. الفرخه هنجيبها 2 كيلو في حدود 150 جنيه. انت بقى شاطره كده وقسمتيها على 3 مرات، يبقى انت يعني شاطره ما شاء الله. قسمتها على 4 مرات ما شاء الله، انا بعملها على 4 مرات واحنا 3 افراد. ممكن انت بقى تقسميها على 3 مرات، على مرتين، انت بقى وحسب عدد اسرتك، او حسب ان انت ممكن تعمليها على ازاي. تشوي، تعمليها صينيه، تعملي الصدر كفته. والله في اكلات كتيره جدا ممكن تعملي بيها. كمان عندنا 2 كيلو سمك في الاسبوع، سعر الكيلو 80 جنيه، سعر كيلو السمك 80 جنيه، يعني هيبقى في حدود 160 جنيه. طيب، السمك ال2 كيلو دول، انا لو عندي السمك 2 كيلو هعمله على 3 مرات. ده احنا كده عدينا بالفرخه والسمك الاسبوع كله حبيبه قلبي. تعالي بقى، الخضار 120 جنيه، 120 جنيه. وانا جايبه لك الاسعار اللي انا جايبه بيها من السوق نفسه، يعني مش جايبه لك اسعار هتقولي اسعار من الخيال واسعار مش موجوده، لا، ما اسعار موجوده اهي. وانزلي في السوق واسالي، وكلنا بننزل وبنسال يعني. بص، 2 كيلو طماطم في حدود 25 جنيه، في حدود 25 جنيه. طيب لو هتجيبها للطبيخ بس، هي على فكره غلت اكتر من كده وبقت ب30 جنيه، يعني ب15، الاتنين ب30 جنيه. 2 كيلو بطاطس في حدود 40 جنيه. 2 كيلو بطاطس يبقى الكيلو ب20 جنيه. كيلو ونص بتنجان ب20 جنيه. كيلو ونص بتنجان ب20 جنيه. نص كيلو فلفل ب10 جنيه. نص كيلو فلفل ب10 جنيه. كيلو خيار ب20 جنيه. وكمان مش هننسى الليمون عشان السمك والفراخ وكده يعني. لازم يبقى الليمون ده عندك موجود في البيت على طول، صيف وشتاء ما يتقطعش. طيب بصي بقى، هنكمل الميزانية بتاعتنا اهي. الفاكهة، كيلو عنب وكيلو مانجا، وهيتبقى معانا 10 جنيه كمان، هنجيب بيها نص كيلو مكرونة. هنجيب بقى نص كيلو مكرونة اهو، شايفين؟ هنجيب بال10 جنيه ديت نص كيلو مكرونة. يبقى انا في اول الميزانية اهي، انا ماشية معاكي واحدة واحدة، ماشي، انا ماشية معاكي واحدة واحدة. الميزانية ديت شاملة فاكهة وخضار وفراخ وسمك. هتقولي لي بقى جبنة، بيض؟ لا، ما اقدرش بقى ادخل اكتر من كده، انت احسبيها. يعني انت شايفه قدامك اهو اللي انا عاملاه، انت شايفه قدامك اهوت الميزانيه اللي انا عاملاها. جمعيها، جمعيها وقولي لي لا ده خليل، لا مش هينفع بيض وسمك، احنا مش هينفع بيض وفطار وكده، مش هينفع فطار، دي تعتبر غدا، دي تعتبر ميزانيه غدا. تمام. يعني احنا جبنا بقى البطاطس، هتجيبي لك كمان 15 جنيه، هتجيبي لك ربع لوبيا وربع فاصوليا ب30 جنيه. هتحطي 30 جنيه، هتعملي مره بطاطس، مره لوبيا، مره فاصوليا. مفيش حاجه اسمها انا ما بحبش اللوبيا، العيال ما بيحبوش اللوبيا، العيال ما بيحبوش الفاصوليا، ما عادش زمنه، ما عادش زمنه، ده كان زمان.
كنا بنحترض وكنا بنقول وكنا بصوا امي بتعمل اي حاجه، بتعمل لنا اي حاجه احنا نقول عليها. دلوقتي احنا بنمشي نفسنا، ولازم تحسي يعني تحسي بالبني ادم اللي قدام، تحسي بجوزك وتحسي بقد ايه ان هو قادر يوفر لك يعني لو هو اداكي 3000 جنيه في الشهر مشي نفسك بيها، لو اداكي 5000 جنيه في الشهر مشي نفسك بيها. اه والله احسن من الحوجه، واحسن ما تروحي تقولي لفلان اديني وعلاني، محدش هيدي لحد ومحدش بيحس بحد، ومحدش هيدور عليكي. كل قرش انت هتوفريه ماشي، اصل اليوم كده كده بيعدي، اليوم كده كده بيعدي، فكل قرش وكل جنيه انت هتوفريه انت اولى بنت وعيالك هينفعك في وقت زنقه. فاليوم كده كده يا حبيبه قلبي بيعدي، اليوم سواء كلت فيه بيض وجبنه بيعدي، سواء كلت فيه عسل ومربى بيعدي، سواء كلت فيه لحمه وفراخ بيعدي. فكده كده اليوم بيعدي، بس هي اهم وجبه هي وجبه الغد. حاولي تركزي عليها اكتر، يعني اهم الوجبات. وان شاء الله في فيديو جديد هينزل بميزانيه 3000 جنيه، فاستنوه بكره ان شاء الله. ويا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناه، بالله عليكم يا جماعه ما تستخسروش فيا اللايك، لان بجد بتعب في الفيديوهات ديت. وربنا يخليكم ليا بجد، انتوا طلعتوا اجدع اخوات في الدنيا. يعني والله العظيم انا كنت فاقده الامل في كل حاجه، ما شاء الله عليكم، يعني لايكات وكومنتات حلوه. ربنا يكبر بخاطركم زي ما جبرت بخاطري يا رب، ويسعدكم ويفرح قلبكم يا رب، ويبارك لي فيكم يا رب، ودايما تبقوا احلى عيله واحلى اصدقاء في عيله ام محمد ومحمود. واشوفكم في فيديو جديد، وربنا يسعدكم ويكبر بخاطركم. مع السلامه، في حفظ الله.